حبايب قلبي ناني محتاسه، زهقتش من طعم الفراخ المعتاد اللي هو تسلقيها وبعدين تخشي في الفرن تحمريها، يا اما تعمليها بالفيجيتار، يا اما بصي دي وصفه جديده هتبهر كل اللي هيدوقوها من ايديكي. ازاي يا ناني وصفه جديده؟ ايوه بصي، هتجيبي الفراخ وهتقطعيها اربع تربع، ست ارباع، اي حاجه يعني عارفه. وبعد كده تجيبي 2 زبادي وتقلبي معاهم 3 فصوص توم كده مهروسين، ومعلقتين زيت زيتون، وملح وفلفل اسمر، وكمان روزماري وكاري، وتقلبيهم مع بعض وتنقعيهم كده ما لا يقل عن 4 5 6 ساعات، ويستحسن يكون من بالليل. وبعد كده تحطيها مع البطاطس. هوريكي دلوقتي انا هعمل ايه. هقطع البطاطس ديت ازاي وهحطهم مع بعض واوريكي الحته التانيه. بعد ما قطعت البطاطس زي ما انت شايفه كده، غيري من شكل اكلك عشان الشكل المعتاد بيسد النفس. لازم تجددي كل فتره كده تغيير في الاكل. بصي حبيبه قلبي، جبت الفلفل اللي هو ده، الفلفل اللي هو زي الكوبي دوت، انا جبته وعجبني قوي الصراحه، لقيته عند بتاع الخضار. قطعت منه جوليان كده، وقطعت كمان من الاخضر. بصي الفلفلات الميكس بتاعها ده بيدي فيتامين سي ومقاوم للاكسده. صدقيني لو استخدمتيه لاطفالك ولبشرتك ولنفسك، بصي فايده ملهاش حل. حطينا هنا ملح وفلفل اسمر. بعد كده الفراخ او الدجاج اللي احنا نقعناه حوالي 6 ساعات بتجيبيه هنا بتحطيه على البطاطس بتاعتنا. تمام اهو. طبعا دي متبله بقولك بقالها 6 ساعات ونص، وبتنزلي الباقي بقى ايه على البطاطس بتاعتنا. هنا ما بنحطش ولا صلصه ولا طماطم، بتاكليها بالثوم والزبادي والروزماري وتدوقي طعم فراخ بايركس بطاطس ملهوش حل. دلوقتي هجيب الورق الفويل واحطه عليه، تمام، وتحطيه على درجه حراره 200 حوالي ساعه الا ربع، وهطلعهولك اوريهولك بعد ما ينتهي. النتيجة النهائية بتاعة الوصفة جربيها. بصي الجمال، بصي مقرمشة ازاي البطاطس ولا الفراخ، بصي جوسي ازاي، بصي 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 مستوية ازاي، بصي اهو مهرية. الله اكبر، اللهم صل على النبي، بس مولعة نار.